بُص بقى، لو أنت بتقعد تذاكر بالساعات وفي الآخر تحس إنك نسيت كل حاجة، خلّيني أقول لك إن المشكلة مش فيك، المشكلة إنك بتذاكر بطريقة غلط. في الفيديو ده هاقول لك إزاي تذاكر صح وتطلع بنتيجة فعلًا. ما تحفّظش وأنت مش فاهم. أكبر غلطة بنعملها إننا نحفظ من غير ما نفهم. المُخ مش بيحب الحفظ، المُخ بيحب الفهم والربط. يعني إيه؟ يعني قبل ما تحفظ أي حاجة، اسأل نفسك ليه الموضوع ده كده؟ وبيستخدم في إيه؟ لو فهمت، الحفظ هييجي لوحده. ذاكر بإيدك مش بعينك، بس ما تقعدش تقرا وتقول أنا كده باذاكر. كده أنت بس بتعدّي عينك وخلاص. اكتب، لخّص، اعمل أسهم ودوائر ولون الحاجات المهمة. حتى لو خطك مش حلو، مش مشكلة، المهم إنك فاهم. فاصل لايك واشتراك قبل ما نكمل. لو الكلام ده مفيد ليك ادي للفيديو لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تذاكرش كتير ورا بعض، أكتر حاجة بتضيع التركيز إنك تذاكر بالساعات. الأفضل ذاكر 25 دقيقة وريح 5 دقايق. بعد 4 مرات خد بريك أطول شوية. في البريك قوم اتحرك، اشرب مية بس بلاش موبايل. المراجعة هي سر النجاح. أغلب الناس بتذاكر مرة وتسيب، وده أكبر سبب للنسيان. راجع تاني يوم، بعد كام يوم، بعد أسبوع. وأنت بتراجع اقفل الكتاب واسأل نفسك أنا فاكر إيه؟ ذاكر كأنك هتشرح. أحسن طريقة تعرف إنك فاهم ولا لأ إنك تذاكر كأنك هتشرح لحد. لو عرفت تشرح بسهولة يبقى تمام، لو لأ ارجع راجع الجزء ده. النوم مش كسل، السهر مش مذاكرة. السهر بيضيع اللي ذاكرته. نام كويس، المخ بيشتغل وانت نايم وبيثبت المعلوم والخلاصة. المذاكرة الصح مش في عدد الساعات، في الطريقة. جرب الكلام ده أسبوع وهتحس بالفرق بنفسك.